السلام عليكم. انا سميتي مروه. اليوم بغيت نشارك معكم القصه ديالي، او بالاحرى القصه ما كتعلقش بي انايا، كتعلق بالام والاخ ديالي. غنعاود لكم واحد القصه اللي بغيت الناس كاملين ياخذوا منها العبره، وما تبقاوش ديروا التمييز ما بين وليداتكم وتفشوهم اكثر من اللازم. حنا 4 البنات، اخويا هو الصغير. ماما كانت تتحماق على شي حاجه سميتها الولد، وخصوصا كانت مضاده مع مامي، بحكم حنا الحمد لله عائله ميسوره، ما عندناش وما خصناش، عايشين بخير. ولكن بحكم ان الام ديالي كتولد غير البنات، عمامي كيقولوا لها غير ديري المشاريع وداك الشيء، وفي الاخر يورثوا ولادنا معاك. ديما كانت تسمع هاد الهضره، وكانت بغات تحماق باش تولد ولد. ولداتنا حنا 4 البنات، ولكن ما كتعاملش معنا مزيان بحال بناتها وتحن فينا. لا، امي كانت متسلطه، كانت قبيحه بزاف، وعندها شخصيتها قويه بلا قياس. كتشوفها بحال شي راجل، قويه بزاف، وكدير المشاريع. يعني اي حاجه كانت صعيبه على الرجال كديرها هي اللي مرا. كانت شخصيتها قويه لواحد الدرجه ما تصوروش. حنا كبناتها ما كانش كتعامل معنا مزيان، ديما كانت كتغوت علينا ونكير وتسبنا، يعني ما كانش كتعطينا كاع الحنان. كانت الامنيه ديالها تولد ولد. كبرنا حنايا، وانا هي صغيره في خواتاتي. وصلت انا تقريبا شي 15 سنه. الام ديالي حملات، وكانت كتقول مع راسها راه غادي نولد غير بنت، خاصناش نفرح اكثر من اللازم. هو ربي عطاها وليد وفرحت بيه بلا قياس. غير السبوع اللي دارت ليه بقاو الناس غير حالين فمهم فيه. دارت لي واحد السبوع اللي ما نقولش لكم، بحال شي عرس غير ضد في عمامي ولادهم اللي كانوا ديما كيهددوا وكيقولوا لها المشاريع ديالك راه غنجيو ندخلوا فيها بالنص. الصراحه فاش ولدت ماما خويا، عمامي كلهم صدموا، وبحكم ان الاب ديالي كانوا عنده املاك بزاف، والام ديالي هي المسيراهم. الاب ديالي قدام ماما كانت شخصيته ضعيفه بزاف، يعني الكلمه اللي قالتها هي اللي تكون. كانت دايره بحال الماء القليل كما كنقولوا، زقاو على خوكم، ما تقيسوش خوكم عطيوه ياكل، عندك كتخاف على الدبانه اللي حطات عليه. كانت ديما كتضربنا وكتغوت علينا بسبب خويا مفشش. خويا ولا شويه شويه كيكبر، وعارفين الفشوش ديال الام ديالي خرجات عليه، ما بقى كيسمع الهضره لا حتى شي حاجه. دخلته احسن المدارس كيقرا، والو القرايه ما كتدخلش ليه الراس. خويا وصل سن المراهقه، تما فاش غيخرجوا كما كنقولوا رجلي الشواري، ما يبقاش يسمع الام ديالي. وفاش كينوض الاب ديالي ضربوا لي شي حاجه كداب زيه وهي على ودو، وكتقول لي رصع عليه ما تضربوش راه مازال صغير. هاد الكلمه ديال راه مازال صغير ما كتحيدهاش من فمها. زقاو على ولدي راه مازال صغير. بغى مثلا 10 درهم كتعطيه هي 50 درهم، مهليه فيه وفشاه اكثر من القياس حتى غادي تخرج عليه. خويا فاش وصل 18 سنه غادي يتبلى بالكارو وبالحشيش. تما غنكتشفوا بلي خويا كيستعمل حتى الاقراص المهلوسه، يعني القرقوبي، كيتقرقاب. وصل الباك ما بقاش باغي يكمل. ماما قالت لبابا خليه ما يكملش، انا فاش غيكبر غير شويه غندخل هو يقابل لينا هادشي ديالنا. ديما كتدافع عليه. خواتاتي اللي كبر مني كلهم تزوجوا، وبقيت انا معاه في الدار. انا وصلت تقريبا شي 30 سنه وما جابش لي الله الزواج. كنت كنخدم مع الاب ديالي في الشركه ديالو. المهم الزواج كان اخر حاجه كنفكر فيها، كنقول الزواج راه قسمه ونصيب بالنسبه لي انايا. المهم كنخدم وكنحقق اهدافي. المهم وليت مستقله بحياتي، واخا الام ديالي كانت قاسيه معايا بزاف فوق القياس. فاش وصل خويا 22 سنه بقى يدخل علينا واحد البنت، ويقول لنا هاد البنت راه حامله مني. تما الام ديالي فين غتنهار، وما نقولش لكم كي غتولي غطيح بالاعصاب وغتولي تغوت. وهذيك البنت والديها زعما ما فحالهمش، يعني ماشي قد المستوى ديالنا. خويا تحدى الام ديالي وقال لها غادي تفرشي ليا انا وياها بيت ويكون احسن فراش فيه، لحقاش هذه مراتي وغنتزوج بها وحامله بولدي. ماما ما رضاش قدام العائله، وكل شيء ولا شاد فينا الهضره. بابا ديما كيلوم الام ديالي وكيقول لها شتي الفشوش فين وصلونا. انا كنقول الام ديالي كما كنقولوا طاح الفاس بالراس، صافي ولدك حمل هاد البنت زوجيها ليه وخليها في الدار حتى هي ربت الناس، وما خصوش يضحك عليها راه حشومه، وهادشي ماشي من القيم والاخلاق ديالنا. هاد البنت الناس هي ما عندها حتى شي ذنب،
وهذيك البنت كانت قاصر يلا عندها 17 سنه. ماما بقات كتسايس مع خويا وكتقول لي الله يرضي عليك وليدي، انا نعطيك اللي بغيتي، طيح لي داكشي اللي بكرشه ونزوجك باحسن وحده كاينه هنايا. كيقول لي لا، هاد البنت منا الخلاق. كان كيبغيها لواحد الدرجه ما تصوروش معايا، كان كيحماق عليها وتحدى الام ديالي وكلشي على ودها. دخلوا السكانه معانا، هذيك البنت غير سكنات معنا في الدار ولات كتفرعن، ولات كتحكم في الام ديالي، ولات كترد على الهضره بحكم ان كما كنقولوا النقطه ديال الضعف ديال الام ديالي هو خويا. يعني ما كتبغيش تخسر لي خاطره، كدير لي اي حاجه اللي غادي ترضيه ويبقى هو فرحان. بقات كتحلف فيها وكتقول والله ما تبقاي عندي هنا في الدار. ماما اش غدير؟ غتلتجئ للشعوذه وغتبقى تمشي عند واحد الشوافه ودير لها السحر. هذاك السحر كانت كديرو الام ديالي وانا كنشوفو كنقول لها ماما الله يهديك، واخا البنت راه ما زويناش يعني ما مزياناش والاخلاق ديالها طايحه بزاف، يعني الالفاظ ديالها خايبين بزاف، صافي على وجه ولدك خليها معاك وما تاديهاش. كتقول لي الام ديالي والله ما تبقى فيا، انا حالفه حتى نطججها من هاد الدار. صافي الام ديالي ولات كدير لي داك الاعمال ديال الشعوذه، كتمشي عند الشوافات وكتبقى تخدم ليها السحر، كتبقى تعطيها داكشي في العصير، ولا مره كطلع لها كاس العصير فيها داكشي وهي حامله، بغات طيح لها داكشي اللي في كرشه وفي نفس الوقت تخرج من الدار. البنت ولات نهار على نهار كتمرض، ولا خويا كل نهار غادي بها الكلينيك كيقولوا لي عندها ميكروب. هذاك الجنين قالوا لي محاش واش يعيش، لحقاش هذاك الميكروب قاسو. غير قالوا هاد الكلمه ايوا ماما غير سمعت راه البنت عندها ميكروب وداك الشيء اللي في كرشه ما غاديش يعيش، فرحات وكتضحك حتى كتبان لي دراسات العقل. انا في الصراحه بقى فيا الحال بزاف وما بغيتهاش دير لي داك الشيء لحقاش كتبقى بنت باقا صغيره، وحتى هي والديها راه ضاربين عليها تماره باش كبروها. صافي نهار على نهار البنت كتزيد تمرض، وبالعكس هذاك الشيء اللي في كرشه ما طاش، يعني بقى عايش. مرت خويا مشات تولد ودا خويا الكلينيك، مسكينه غير ولدات وتوفات الله يرحمها بسبب ديك السحر اللي كانت كدير لها الام ديالي. الصراحه انا بكيت عليها حتى طاب قلبي، لحقاش بقات فيا وبقى فيا حتى خويا من نهار ماتت مراتو صافي السيد بحال ترفع تسطم مسكين، ما بقاش ولا غير ضيع في الزناقي، ولا كيستعمل جميع المخدرات. حتى البنيه اللي ولدات ماما ما قبلاتهاش وقالت لخويا ديال عند والديها هما يربيوها، يعني والدين البنت. خويا مسكين شاف حتى هي وعطى داك البنيته للام ديالها وهي اللي رباتها. خويا مسكين مرض بزاف مرض نفساني لدرجه انه مسكين ولاد في الزنقه وموسخ ودفرانه طوالين وشعره كله حالته. مره كنشدو كندخلو للدار وكنغسلو عليه وكنديوه للطبيب كنشربو الدواء كيولي شويه، مره كيهرب لينا وما كنلقاوش على شهر شهرين، ومؤخرا غبر تقريبا شي عام ما لقيناش. ماما نهار على نهار كتزيد تقهر على ود خويا، ولات مريضه وشاده الركنه. خويا ولا كيجول وكيمشي للمدن بعيده، كيفاش ووقتاش ما عرفناش، ولينا كنقلبوا عليه ليل ونهار. كنا ساكنين حنا في مدينه ولقينا في مدينه طنجه يعني بعيد علينا تقريبا شي 300 كيلومتر. مشينا قلبنا ولقينا تما عاود رجعنا للدار، بقينا سادين عليه لمده شهرين. كيولي شويه كيتحسن مع الدواء والمقابله ولكن غير كيلقى الفرصه كيهرب. هاد المره هرب وما رجعش وما عرفناش فين ماما بحكم انها كتحمق على خويا ما بقات كتاكل ما بقات كتشرب ومرضات بزاف. واحد النهار هبطه في الدروج وزلقات وطاحت على راسها. هذيك الطيحه ديال الراس اثرات عليها ولا فيها مرض زهايمر، ما بقاش كتعقل على راسها نهائيا لدرجه ان ما كتعرفنيش، ولا وريتها تصويرت خويا ما كتعرفوش. ماما تعذبت في الدنيا قبل الاخره، والسبب هي ديك البنت اللي ما حناتش فيها، اللي سحرات ليها وآدتها بلا رحمه بلا شفقه. انا كنشوف حاله الام ديالي وكندمر. حاليا انا اللي هزها. ماما مسكينه ما بقات كتعقل على حتى شي حاجه، ولا تحاشاكم كتبول على حويجه ما عاقله على حتى شي حاجه. خويا لحد الان ما سمعنا ليه حتى شي حاجه، درناه في مختافون
سولنا عليه الناس، كنقلبوا عليه، ما عرفنا عليه حتى شي حاجه لمده عامين دابا. ايوا خوتي، هذه هي قصتي اللي بغيت كلشي الناس ياخذوا منها العبره ويستافدوا منها ويدعيو معايا باش يرجع ليا خويا. بغيت غير نشدو ونعنقو ونقابلو، واخا نعرف نسد عليه البيت وما يبقاش يخرج نهائيا. واخوتي، هذه هي قصتي، خليتكم على خير. ما تنساوش ديروا معايا وتخليو لي شي كومونتير. شكرا مسبقا لكم.